ترأس القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة وضاح الحلمي اليوم الاجتماع الدوري للهيئة التنفيذية لانتقال لاحج، وناقش الاجتماع التحضيرات الجارية لإحياء الذكرى التاسعة لإعلان عدن التاريخي، حيث أقر تشكيل لجان متخصصة للحشد والتنظيم بما يضمن مستوى عالي من التنسيق والمشاركة الفاعلة. ناقشت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لانتقال مديرية لودر بمحافظة أبين خلال اجتماعها الدوري الاستعدادات الجارية للمشاركة في إحياء الذكرى التاسعة لإعلان عدن التاريخي، ودعت الهيئة التنفيذية أبناء المديرية إلى الاحتشاد والمشاركة الفاعلة في هذه المناسبة، تأكيداً على تجديد العهد والتفويض للقيادة السياسية الممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي، والتمسك بالثوابت الوطنية الجنوبية حتى تحقيق الأهداف المنشودة. ترأس القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لانتقال محافظة حضرموت علي الجفري اجتماعاً استثنائياً ضم رؤساء الهيئات التنفيذية بمديرية ساحل حضرموت، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم المليونية الشعبية المرتقبة في 5 مايو المقبل بالتزامن مع ذكرى إعلان عدن التاريخي. قام الأستاذ وضاح الحلمي بزيارة تفقدية للإطمئنان على صحة المناضل نجيب حمدون مدير القسم السياسي لانتقال مديرية تبن، والذي يخضع حاليا للعلاج في مستشفى ابن خلدون إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة. واطلع الحلمي على الحالة الصحية للمناضل حمدون ومستوى الرعاية الطبية المقدمة له، مؤكدا استعداد قيادة المجلس للإسهام في تقديم الدعم اللازم.